تخيل معايا مشروب مش بس بيصحصحك الصبح، مش بس بيخليك تركز في شغلك، ده مشروب قلب التاريخ. القهوة من أول اكتشافها في أثيوبيا وصولا لقهاوي القاهرة واسطنبول وباريس. القهاوي كانت أكتر من مكان للشرب، كانت مسرح للسياسة والأفكار والثورات. في القرن التاسع في أثيوبيا كان في شاب اسمه كالدي، كان راعي غنم. لاحظ إن المعيز بتاعته مليانة نشاط وحيوية بعد ما أكلت حبوب غريبة. المفاجأة الحبوب دي كانت القهوة. الناس ابتدوا يشربوها لكنها كانت مشروب غامض مش معروف لسه في العالم. وصلت اليمن ما بين القرن ال15 وال16. القهاوي ظهرت لأول مرة مش بس شاي وقهوة، مكان الناس تتناقش فيه في السياسة، في التجارة، وحتى الموسيقى. السلطة في الدولة ما كانتش مبسوطة أحيانا لأن القهاوي بقت أماكن ثورية. كل فكرة جديدة تبدأ من كوباية القهوة. ما بين القرن ال16 وال17 وصلت القهوة لأوروبا، في البندقية، في باريس، في لندن. كل قهوة بقت نادي سياسي. الناس بيحكوا عن الثورة الفرنسية، عن الاقتصاد، عن الحروب، وكل فكرة تبدأ مع كوباية القهوة. المفارقة هنا إن القهاوي كانت أحيانا بتتقفل خوف من الأفكار اللي بتتقال جواها، يعني مشروب الصبح يقدر يقلب العالم كله. أما بقى في مصر واسطنبول وأوروبا، القهاوي كانت مراكز لنشر الأفكار. فلاسفة، كتاب، ثوار، كلهم كانوا بيجتمعوا هناك. القهاوي مكان للحديث عن الحرية، عن السياسة، حتى المؤامرات كانت بتتدبر جوه القهاوي. يعني كوباية قهوة تساوي فكرة ممكن تغير التاريخ. النهاردة القهوة موجودة في كل مكان، ستاربكس، كافيهات في الشوارع، حتى على الانترنت مع الكافي شوب الافتراضي. لكن لو بصيت كويس، كل كوباية قهوة بترجعك للتاريخ. اثيوبيا، اليمن، القاهرة، باريس. مشروب صغير بس سايب أثر كبير. في مصر يا صديقي القصة كانت أكتر إثارة، بين منع رسمي وانتشار شعبي. قهوة قلبت الفكر في القاهرة واسكندرية. القهوة وصلت مصر في القرن ال16 تقريبا، جابها تجار من اليمن وتركيا. الناس استغربت في البداية، ايه المشروب الاسود الساخن ده؟ اتشرب ازاي؟ لكن بسرعة انتشرت القهوة في القاهرة، وخصوصا في الأسواق الكبيرة زي خان الخليلي وشارع المعز. في البداية الحكام كان عندهم قلق، القهاوي كانت أماكن للقاء السياسي والنقاش الثوري. حكام مصر في القرن ال16 وال17 حاولوا يمنعوا القهوة، قالوا الناس بتقعد وتخطط ضد الدولة وبعد كده تعمل تمرد. القهاوي اتقفلت، لكن الناس كانت ذكية، يشربوا القهوة في البيوت أو في أماكن سرية. بعد شوية الحاكم فهم حاجة مهمة جدا، مش هينفع أمنع مشروب الناس بتحبه وما كانش ضد الدين. حتى السلطان والوالي لما شربوه عجبهم. ابتدى السماح الرسمي وظهرت المقاهي بشكل علني في القاهرة واسكندرية. وحتى في صعيد مصر القهاوي كانت مليانة بالنقاشات السياسية، بالشعر، بالتجارة، بالأحاديث اليومية. وفي القهاوي المصرية القهوة ما كانتش بس مشروب، كانت رمز للحرية والتفكير. القهاوي بقت مركز حياة الناس، شعراء، فلاسفة، تجار، سياسيين، كلهم بيجتمعوا هناك. الأفكار بتتداول بسرعة، المراقبة الحكومية حاولت، لكن الناس دايما متقدمة بخطوة. المفارقة إن كوب قهوة صغير قادر إن هو يغير طريقة تفكير المجتمع. القهاوي المصرية كانت بداية ثورة ثقافية قبل أي ثورة سياسية. النهاردة القهاوي في مصر مش بس مكان لشرب القهوة، ستاربكس حدث عالمي. القهاوي التقليدية، خان الخليلي، شارع المعز، بتحافظ على التراث. الناس اللي لسه بتتناقش في السياسة والأدب والفن والرياضة كلهم موجودين على القهوة مع فنجان القهوة. القهوة في مصر بدأت غريبة، اتمنعت واستمرت في السر. السماح الرسمي أظهرها للعالم كله، والقهاوي بقت مسرح الأفكار. كل كوباية قهوة مش بس تصحصحك، ممكن تخلق نقاش، فكرة، أو حتى ثورة. سلام. هات لي يا ابني قهوة على الريحة.